السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه بعد غيبة طويلة جدا؟ والحمد لله ان الفترة دي عدت على خير. كل الناس اللي قريبة مني عارفة قد ايه انا كنت بمر بفترة صعبة، بس الحمد لله ان هي عدت على خير. النهاردة هنعمل القرص الطرية اللي بنعجنها باللبن او اللبن الرايب للسحور، بمناسبة ان احنا داخلين على شهر رمضان. تابعوا معايا الطريقة وهتعملوا احلى قرص طرية جدا للسحور. اول حاجة هنا كده انا معايا 3 كيلو دقيق، او 3 كيلو طحين على حسب اللي يسمعني هو منين. ودي الخميرة، طبعا انا حاطة هنا مية وسكر و... وظرف من الخميرة او معلقة كبيرة يعني. ومعايا كمان ظرف من البيكنج باودر، هنحطه مع الدقيق وهنقلبه فيه. معايا هنا الدقيق عليه رشة من الملح وعليه ظرف من البيكنج باودر. كمان هنا في المقادير بتاعتنا معانا لكل كيلو دقيق كوباية سمنة. لو حابة تكون سمنته اكتر شوية خلي لكل كيلو دقيق كيلو ونص. بس بالنسبة فاحنا بنعمل القرص دي باللبن على قد السحور كده. طبعا انا معايرة هنا على 3 كيلو دقيق دول 4 كوبايات سمنة. لو حابة تعملي سمنة على زيت عادي برضه مفيش مشكلة، بس ما تكون سمنة بتكون أطرى وطعمها أحلى، يعني الزيت بيبقى ينشفها شوية. بس انت ممكن تحط 3 كوبايات سمنة وكوباية زيت، ما بيضرش بقى، يعني ايه بيكونوا معيارهم مظبوط. وهنحط على كل كيلو دقيق معلقة ونص سكر، يعني على 3 كيلو دقيق 4 معالق ونص سكر. في البداية السمنة بتكون سايحة، احنا مسيحينها على البوتاجاز بس مش سخنة اوي اوي، يعني هي سايحة، ممكن تكون دافية يعني. وبعدين بنحطها على الدقيق وبنقلبه كويس جدا جدا مع بعضه لحد لما حبيبات الدقيق تتشرب السمنة كلها. عرفتوا معانا الخطوات ايه؟ حطينا الدقيق، اول حاجة بنحط السمنة على الدقيق وبنقلبهم مع بعض. شفتوا لما نكون كده بنعمل البسبوسة مع السمنة بنقلبها كويس جدا مع بعضها. وبعد كده بننزل بالكوباية اللي احنا عملنا فيها الخميرة، اللي هي حطينا فيها نص كوباية مية، مية فترة يعني لا هي سخنة ولا هي باردة قوي. وعليهم معلقة سكر والظرف الخميرة او معلقة كبيرة من الخميرة. طبعا انت لو ضامنه الخميره اللي انت جايباها كويس جدا فعادي ممكن ما تعمليش الاختبار، بس عشان ده من الظروف الصغيره فانا حطيته هنا عشان اعمل له اختبار الاول. هو الجو دلوقتي عموما حلو يعني كويس، درجه الحراره كويسه، فالخميره ما بتغيبش يعني بتطلع على طول، والعجينه كمان بتطلع معانا على طول. زي ما انتم شايفين كده انا بعد ما حطيت السمنه وقلبتها كويس جدا مع الدقيق، نزلت برضو بالكوبايه اللي فيها الخميره مع الميه مع السكر وقلبتهم كويس جدا. هنا قبل ما اضيف اي حاجه طبعا معايا السكر اللي انا هعمله مدوباه في اللبن، معايا كوبايتين لبن رايب وكوبايتين لبن حليب. طبعا بقى انت بتحط بالمقدار، يعني في البداية حط كوباية كده وكوباية كده، بس الافضل ان انت تحط اللبن الرايب الاول وبعدين لما تخلصيه حطي لبن حقيقي. طبعا نزلنا باللبن الرايب الاول وهنقلبه كويس جدا في بعضه. وبعدين بتعجني بقى، بتبتدي زي ما انتوا شايفين كده شوية شوية العجينة بتعمل معاكي في الاول. طبعا وبعدين بتلاقيها لمت بقى، يعني بعد حوالي 7 8 دقايق كده من العجن بتلاقيها ابتدت تلم معاكي. بس انتوا عموما كل لما تعجيني فيها، كل لما تاخدي وتدي معاها كمان، حتى لما تلاقيها لمت معاكي وتعجني تعجني بتيجي في الفرد، ولما تطلعها من الفرن بتلاقي نتيجة كويسة، يعني كل ما تعجني بتديكي هي نتيجة افضل. يا ريت يا حبيب قلبي لو وصلتوا لحد هنا ما تنسونيش في لايك وشير ليوميات ندى احمد. ومعلش واسفة جدا جدا على اليومين اللي فاتوا اللي اتأخرتهم عنكم، بس غصب عني. ان شاء الله اللي جاي احلى، هنفتح لايفات، هننزل فيديوهات، كل الحاجات الحلوة ان شاء الله نعملها بدعمكم وبحبكم ليا ان شاء الله. هنوصل وهنكبر بإذن الله بحبكم ليا وبدعمكم ليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. زي ما انتوا شايفين كده هنا الطرحة لبخاني عاوزة ارجعها ورا. زي ما انتوا شايفين هنا اول ما العجينة بتحس ان هي ابتدت تلم معاكي بتضغطي بقى،
كل قوتك كل طاقتك متضايقة من حد، حطها في العجينة دي، كل ما تحط طاقتك فيها تديكي نتيجة احسن. طبعا عادي كان ممكن اعجنها على العجان، ما عنديش اي مشكلة، بس انا ناس كتير كتير من اللي بيتفرجوا عليا ما عندهمش العجان، فلازم مرة كده ومرة كده. وان شاء الله كمان هنعمل الرقاق ونعمل البسبوسة والكنافة، وهنعمل كل الحاجات الحلوة ان شاء الله، بإذن الله اللي جاي احلى. متفائلة جدا بالايام اللي جاية ان شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. زي ما انتم شايفين كده، خدي في العجينة، خدي ودي خدي ودي، لو لقيتيها جامدة أوي معاكي محتاجة شوية لبن أو لبن رايب لو لسه عندك، لو ما عادش ده ولا ده ممكن تزودي شوية مية صغيرين تطر العجينة. هي هنا العجينة معايا كويسة جدا وبتاخد وتدي معايا، فأنا خلاص ما عدتش هزودها أي حاجة. عرفتوا احنا حطينا ايه في العجينة؟ 3 كيلو دقيق، حطينا عليهم ظرف بيكنج باودر، وحطينا عليهم ذرة ملح، يعني معلقة صغيرة، طرف المعلقة الصغيرة كمان مش معلقة كاملة. معانا كوباية فيها نصها مية فترة، لا هي سخنة جدا ولا هي باردة. حطينا فيها معلقة كبيرة خميرة ومعلقة كبيرة من السكر، وبنقلبهم ونسيبهم مع بعض 10 دقايق لحد لما يتفاعلوا. كل كيلو دقيق عليه كوباية من السمنة، او كوباية من السمنة على زيت، ده المعيار يعني ايه اللي هو اصلا المظبوط. حابة تزودي حابة تقللي، دي حاجة ترجع لراحتك وحسب امكانياتك برضه. ممكن تحط نص الكمية زيت ونصها سكر عادي. شايفين العجينة هنا بدأت تتلم معايا زي ما انتوا شايفين، وبرضو ما زلت بعجن فيه. الفيديو واخد كم يعني، انا مسرعة الفيديو، يعني انا ممكن فضلت اعجن في العجينة دي 25 دقيقة تقريبا، بس طلعت معايا بنتيجة كويسة وما شاء الله. القرص كانت جميلة جدا. زي ما انتوا شايفين كده هي ابتدت هنا تلم معايا، فانا خلاص يعني لفتين 3 كده وهقوم ايه سايباها، وهنشوف هنعمل ايه. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش الصلاة على النبي، الا بذكر الله تطمئن القلوب، واذكروا ربنا كده واستغفروا بمناسبة ان احنا في شهر كريم وداخلين على شهر كريم ان شاء الله. ربنا يبلغكم رمضان لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين هنا كده العجينة لمت معايا، فانا هغطيها حوالي 10 دقايق وهنشتغل فيها على طول. مش هنستنى لما تخمر، لا مش هنستنى، وهقول لكم ليه دلوقتي. احنا هنبتدي فيها هنعملها كور صغيرة كده وهنفردها ونحطها على الاطباق اللي احنا هنعمل فيها. ليه؟ لان احنا مثلا لو سيبناها، احنا بنسيبها 10 دقايق ترتاح مش تخمر الخميرة اللي هي الكاملة، وبعد العشر دقايق بنبتدي نعملها كور صغيرة كده، وبنعملها على شكل الدايرة اللي هي القرصة يعني عادي. وبنحطها على الاطباق تخمر وبعدين تدخل الفرن. احنا لو سيبناها تخمر وبعدين رجعنا تاني كورناها وبططناها او عملناها يعني هترجع تاني تخمر، فهو كده احسن واسهل لينا. انت كده كده هتعملي كده برضه. العجينة بعد ما سيبناها 10 دقايق زي ما انتوا شايفين كده بتبقى سهلة معانا، ما بتاخدش وقت كتير، بس لازم تاخدي بالك ان انت مش مخلياها جهة عالية وجهة واطية، لازم تكون مساوية بعضها، عشان كمان لما تدخل الفرن تطلع معاكي بنتيجة كويس. طبعا انا عارفة ان في ناس كتير اكبر مني بيتفرجوا عليا، بس طبعا هو ده انا مش بعلمكم، بس انا بشارككم يومي. لعل وعسى في حد برضو. كلنا بنتعلم هنا من بعض. فطبعا امهاتنا الكبار انتوا على دماغي طبعا واحنا بنتعلم منكم، بس بالنسبة للبنات الصغيرين فكتير منهم بيدخل هنا يشوف المحتوى اللي بيتعمل. امشي بقى يا دي الدبانة، انت خيلتيني والله. قفلت الباب وقاعدة في الضلمة وكمان برضو جاية ورايا. زي ما انتوا شايفين كده هكور معاكم كورة واتنين، وبعدين بياخدوا مني حوالي تقريبا ساعة. يعني انا سبتهم كده قبل المغرب بساعة الا ربع، وبعد ما صليت المغرب وشوية كده وقمت رايحة ايه مولعة الفرن وحطيت. آه طبعا ايه انت لما بتفرديها بين ايديك كده بتكون سهلة جدا ليك يعني، بتكون اسهل ليك انت.
وبعدين بقى بتبططيها شوية كده على المطرحة او على الطاولية او على حسب ما انتوا بتقولوا في المكان اللي انتوا فيه، وبتفرديها بقى بالنشابة او بالعجلة الصغيرة دي. العجلة الصغيرة اللي في ايدي دي او النشابة دي للقرص بس، لان هي صغيرة يعني ما تنفعش للعيش، ما تنفعش للفطير، الحاجات التانية دي. يا ريت لو وصلتوا لحد هنا ما تنسونيش في لايك وشير، وتعملوا مشاركة للفيديو وتوصلوا لأكبر عدد من الناس، وما تنسونيش في اللايكاتكم الجميلة، وبحبكم جدا، ومش عارفة اوصف لكم حبي ده ازاي، بس انتوا اجمل حاجة حصلت لي في حياتي. طبعا هنا بنفردها زي ما انتوا شايفين، لازم يكون سمك العجينة او القرصة اللي انتوا عاملينها سمكها واحد. هعمل هنا كم واحدة معاكم وبعدين هنسيبهم يخمروا ونرجع بعد ما يخمروا بقى. طبعا زي ما قلت لكم ان انا رجعت عملتهم بعد المغرب، فكان الجو ضلم في اي نعم اضاءة عند الفرن وكده، بس ما كانش هتبقى واضحة قوي. فانا هحط القرص في الفرن وهسويها وكده، وبعدين هطلعها واوريها لكم. طبعا لازم أن الفرن يكون يعني يسخن قوي، وبعدين نهدي النار، بحيث انت لما تدخليها هتستوى بدرجة الحرارة اللي جوا، في نفس الوقت النار هادية فمش هتتحرق، هتاخد السوا كويس جدا اللي هو المظبوط اللي هي المفروض تاخده. بتمنى ان انتوا لو وصلتوا لحد هنا ما تنسونيش في لايك وشير ليوميات ندى احمد. انا كده خلاص وصلت لنهاية الفيديو. بتمنى ان الفيديوهات تعجبكم، وبتمنى ان انا اكون دايما عند حسن ظنكم. انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا. بتمنى القرص الطرية اللي احنا عملناها للسحور تعجبكم، وبتمنى دايما ان انا اكون عند حسن ظنكم. والله احلى قرص للسحور. انا كده خلاص وصلت لنهاية الفيديو. بتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم. انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا.